انا والله ما انا مصدقه ان في حد لغايه دلوقتي لسه ما يعرفش الوصفه دي. هي بس كل اللي علينا ان احنا نجيب الثلاث حبات دول باقل من جنيه واحد، ونضيفه على علبه الزبادي على الريق الصبح، وشوفوا النتيجه قدام عينيكم. انا بقى مش هقولك ان انت هتشوفي النتيجه بعد يوم ولا اتنين ولا تلاته، والله لو قلتلك ان انت هتشوفيها بعد ساعه يبقى انا بكذب عليكي، لانك هتشوفي النتيجه بعد اقل من 10 دقايق بالظبط. يعني انت دلوقتي حالا بتتفرجي على الفيديو هتشوفي النتيجة قدامك. فيلا بينا نشوف وصفتنا، واتمنى ان هي بقى لو عجبتكم ما تبخلوش علينا بلايكاتكم الجميلة الحلوة اللي بجد بتفرحني، وكمان بقى يشرفني ويسعدني انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفة وطبخة مع لولا. وصفتي النهاردة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وانا اضمن لك النتيجة بتاعتها 100%. كل اللي علينا ان احنا نجيب علبة زبادي واحدة، ونجيب الثلاث حبات دول من عند اي عطار موجودين على مستوى العالم. بتشوفيني من المغرب هتلاقيها ان شاء الله، بتشوفيني من الجزائر هتلاقيها ان شاء الله، بتشوفيني من مصر هقولك هتجيبيها منين بالظبط. كل اللي علينا علبة زبادي اللي هي بتكون 70 جرام، ما تزوديش عن كده. ما عنديش زبادي اشتري زبادي بلدي، ما عنديش ده ممكن نعمل الزبادي في البيت. المهم ان احنا عاوزين 70 جرام بس من الزبادي، والثلاث حبات دول وناخدهم على الريق، وبفضل الله ملهمش اي اضرار تماما. حتى لو لا قدر الله مرضى ضغط سكر، مشاكل في القلب، مشاكل في المعدة، بالعكس ده هي بتحل كل مشاكل المعدة بفضل الله. تعالوا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه، وكمان هنستخدمها ازاي. مهم جدا ان احنا نحضر الوصفة صح عشان كمان النتيجة نلاقيها بسرعة جدا. كمان عاوزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي، ان احنا علشان ان احنا نستخدم الزبادي دي، انا عاوزه الزبادي ما يكونش فيها اي كتل تماما زي ما انتم شايفين كده. انا هبدا ان انا اشتغل فيها لغايه ما تكون معايا حاجه كده عامله زي السايله، ما يكونش فيها اي كتل او قطع كده. طبعا الزبادي بتبقى فيها عباره عن كتل بس، مع او قطع كده ناخدها بالمعلقه، لا مع كتر ان احنا نقلب فيها كويس قوي ونضغط فيها بالطريقه دي، هنلاقي ان هي بقت بصوا ادت للقوام السايل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده. بس بقى احنا ما نيأس ابدا، نشتغل فيها كده لمده دقيقه واحده. طب ايه السبب اللي بيخلينا نعمل كده؟ هقول لكم دلوقتي ايه السبب، بس اصبروا عليا وهقول لكم على كل حاجه بالتفصيل. بصوا بقى بعد الزبادي بتاعتنا بقت سايله خالص معانا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وبقى القوام بتاعها كريمي خالص بالطريقه دي، مش بتاخد معانا ازيد من دقيقه واحده. بعد كده هجيب ورقتين اتنين من الورق اللوري، او بتقولوا عليه في الدول العربيه ورق الغار. انا محتاجه ورقتين. خدوا بالكم من حاجه مهمه قوي عاوزه اقول لكم عليها. الورق اللوري ده فيه كتير قوي فاسد دلوقتي حالا في الاسواق، وبنلاقي اللون بتاعه يعني بصوا بني غامق واسود. خدوا بالكم ان ده مش ورق اللوري خالص. ورق اللوري يا جماعه بيكون لونه مغدري بالشكل ده. الورق اللوري اللي انتوا بتشوفوه لونه غامق ده ورق لوري اصلا اتخزن بطريقه غلط وفسد. فلو انت مثلا جبتيه واستخدمتيه فكانك ما استخدمتيش اي حاجه خالص، بل بالعكس ممكن يكون ليه اضرار. فهبدا ان انا اجيب الورق كده وبكسره لقطع صغيره، ممكن بايدينا بقى بسكينه، بس هو يفضل بالايد يعني. هنتحكم في الورق اكتر، خصوصا ان هو بيكون ورق جاف شويه. شايفين بالشكل ده كده بعد كده بضيفه على الزبادي وبنبدا ان احنا نقلب فيه. اظن الوصفه سهله خالص. كلنا طبعا بيكون عندنا في المطبخ كده ورق لوري او ورق الغار، هناخد منه ورقتين اتنين بس خدوا بالكم من الموضوع اللي هو الورق الفاسد ده، يعني ركزوا فيه كويس. بعد كده بقى هنجيب الثلاث حبات، اصلا المعجزه بتوعنا دول 3 حبات من الكبابه الصيني، وده بيكون شكلها يا حبايبي عاوزه اقول لكم ان هي رخيصه، من ارخص الاعشاب او يعني بصوا الاعشاب او بتقولوا عليها توابل، هي عشبه مش تابل عامه، بس هي لها فوائد كتيره جدا. احنا محتاجين منها 3 حبات بس. بنضيف كده 3 حبات مع ورقتين اللوري اللي احنا كسرناهم مع الزبادي. وبصوا احنا بنحضر الوصفه دي كده من بالليل، يعني انا قبل ما بنام بحضر الوصفه وبغطي عليها باي طبق يكون موجود عندنا، وناخد الوصفه دي اول ما نصحى من النوم على الريق. ما ناكلش ما نشربش ما نعملش اي حاجه خالص، مجرد ان احنا نصحى نبدا ناخد الوصفه دي. خدوا بالكم على حاجه كمان عاوزه اقول لكم عليها، احنا بنبلع كل حاجه في الوصفه.
ايوه بنبلعها، بنبلع الورق وبنبلع الكباب الصيني، ما تقلقوش مفيش منها اي اضرار خالص. احنا يعني وكمان المعده بتهضمها وبتمتصها، فيها انزيمات حلوه جدا بتكسر الدهون الموجوده في الجسم، خصوصا منطقه البطن، بتعلي الحرق جدا، وكمان بتمنع امتصاص الدهون، والوصفه فوق الممتازه. نفسي بس تجربوها، هتشوفوا النتيجه من اول لحظه، نتيجتها مضمونه مليون في المية. دخلت عليا جارتي البدوية وقالت لي اشربيه وقبل النوم ادفنيه. قلت لها هو ايه اللي انا هدفنه؟ قالت لي اي الم موجود في جسمك، الوصفة دي بتعالج اي الم. عندك الم في مفاصلك، الوصفة دي هتعالجها بفضل الله. عندك الم في ظهرك، الم في الغضروف، الم في الركبتين، الم في الاسنان، اي الم في القدمين، اي الم في الجسم كله، الوصفة دي بتعالجها يا جماعة. الوصفة دي اقوى مسكن ممكن تشوفوه على الاطلاق، والاهم من ده كله ان هي رخيصة جدا. انتوا عارفين مش هتصدقوني والله، الكمية اللي انتوا هتشوفوها معايا دي كلها انا جايباها ب5 جنيه وبس. انتوا عارفين الكمية دي تكفي لمدة 3 شهور لو انتوا هتاخدوه في اليوم الواحد بدل المرة 3 مرات. تعالي بقى اقولك على الوصفة المنقذة دي، بس اتمنى ان هي لو عجبتكم ما تبخلوش علينا بلايكاتكم الجميلة، وكمان يشرفني ويسعدني انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفة وطبخة مع لولا. العشبة اللي معانا النهاردة او النبات اللي معانا النهاردة، بصوا بقى، لا تقولي اخدت مسكنات ولا لفيت على دكاترة، قولي انا هاخد منه 3 حبات وبس. والاهم من ده كله مش هتحتاجي اصلا تضيفي عليها اي مكونات تانية، هو المكون ده وبس. طب نتيجته هتشوفيها بعد قد ايه؟ يعني بعد ساعة وساعتين ويوم يومين؟ لا خالص، نتيجته هتشوفوها بعد اقل من ربع ساعة. عدي واحسبي لنفسك 15 دقيقة وانت بفضل الله، مهما كان ألم اسنانك شديد، ألم ضروسك شديد، ألم المفاصل، ألم الغضروف، ألم الخشونة اللي الناس بتاخد له بدل النوع 3 و4، بفضل الله وحده 3 حبات منه بس. أهم حاجة ان احنا ناخدها بالطريقة الصح. يعني ايه؟ يعني انا عاوزاكم بس تسمعوا الوصفة صح وتطبقوها صح، والنتيجة دي بفضل الله وحده هتشوفوها زي ما قلت لكم في اقل من ربع ساعة. طب احنا ناخد المكون ده او الوصفة دي بيعالج بس الالم؟ لا والله، ده هو فيه نسب عالية جدا من الاملاح والمغنيسيوم. عاوزة اقول لكم ان احنا كمصريين يعتبر مش بنستخدمه خالص، بس لو جينا نبص على بلاد الشام وفلسطين وسوريا والاردن والمغرب والجزائر، فهم مثبتينه اساس في حياتهم، لدرجة ان هم سموا اكلاتهم باسمه. تصدقوا الكلام ده؟ مش هتصدقوني، انا عارفه ان انتوا مش هتصدقوني غير لما تجربوا الوصفه دي بنفسكم. عارفه كمان ان انتوا مش هتصدقوا ان هو رخيص قوي كده الا لغايه ما تشتروه. بس نصيحه مني لكم، عشان نشتريه اشتريه من عطار يكون مضمون. طب ايه هو المكون اللي معايا؟ بصوا بقى، انا هقرب الكاميرا على قد ما اقدر. هو ده، شايفين؟ اللي معايا النهاردة هو السماق. السماق منتشر جدا، احنا كمصريين مش عارفة ليه احنا بعاد عنه قوي، مع ان لما نشوف فوائده ونشربه كده هتقولي في حياتي ما اخدت مسكن وعمل معايا اللي حصل ده كله. مش هو مسكن بس، هو كمان فيه زي ما قلت لكم املاح كتيره جدا، كالسيوم ومغنيسيوم وفوسفور، وكمان في نسبه بوتاسيوم عاليه. يعني مكوناته كتير جدا وفوائده كتير جدا. انا زي ما قلت لكم ان بلاد الشام سمت الاكلات عندها بحاجات بالسماء فعلا، لان هم مدخلينه في، بصوا، في حياتهم كلها، مدخلينه في اغلب فعلا اكلاتهم. طيب احنا محتاجين ايه النهارده من السماق؟ اولا السماق في منه المطحون وفي منه الحصى زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. انا مش عاوزه المطحون نهائي، لان هم اصلا لما بيطحنوه بيضيفوا عليه مواد تانية. انا عاوزه السماق الحصى، وده بقى مش هتلاقيه، او ما انا ما انصحكش تجيبيه غير من عنده عطار يكون امين وامين قوي. هاخد منه زي ما انتوا شايفين، تعالى اقولك هناخد منه كميه قد ايه. بصوا بقى، انا اول حاجه هجيب كوبايه تكون معايا بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اخد، بصوا كده، هو احنا مش هنعد بالحبه، انا هاخد حوالي ربع معلقه صغيره، مش عاوزه ازود اكتر من كده، ونتيجته ما شاء الله هتكون ممتازه.
ننزل عليه بقى بميه سخنه انا غليها كويس قوي بالشكل ده. نسيبه بقى يتنقع في الميه السخنه، بس طبعا على طول مباشره نبدا ان احنا نغطيه. وطبعا التغطيه دي عشان الزيوت المتطايره، وبفضل اسيبه كده متغطي والسماق كده منقوع في الميه المغليه لمده ما تقلش ابدا عن 3 دقايق. وبعدين بنبدا ان احنا نشرب المشروب بتاعنا، وبنبلع السماق كمان. يعني مش بناخد الميه والسوائل وبس ونسيب السماق، لا بنبلع السماق بالميه. ولو الالم شديد جدا هناخد المشروب ده مرتين في اليوم، وبناخده بعد الاكل عادي. لو الألم بسيط بناخد المشروب ده مرة واحدة بس في اليوم، وبفضل الله هو أقوى مسكن ممكن